السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني. فيديو النهارده بسبب موقف لسه حاصل من يومين. كنت قاعد مع شاب كده بحبه، يعني اصغر مني، وحكى لي ان هو المدير بتاعه هانه في الشغل وشتمه قدام الناس وبتاع. فحسيت ان انا محتاج اعمل فيديو عن الموضوع دوت ونتكلم فيه مع بعض، واحكي لكم بقى بالمره 4 اماكن شغلانات اتطردت منهم بسبب ان انا ما تقبلتش اهانه المدير ليا وفشخته. يلا بينا. اول حاجه قبل ما اتكلم في موضوع النهارده، عايز ارد بس على شويه حاجات في الفيديو اللي فات، اللي هو كنت بتكلم عن تجربه العيشه بمرتب 20,000 جنيه. في ناس خدت الموضوع شخصي قوي، وفي ناس كتير قوي بتثبت لي ان هي ما بتتفرجش على الفيديو للاخر، او بتتفرج على حته صغيره من الفيديو تنزل تكتب تعليق على طول. هو بس عايز يكتب تعليق وعايز يتناقش في التعليقات مع الناس وبتاع، بس هو ما اتفرجش. او لان في ناس بتسال اسئله وبتتكلم على حاجات انا اوريدي قلتها في الفيديو واضحه جدا، الاقيه كاتبها بيسال عليها او بيقولها او بيذكرها في التعليق. ف وللتوضيح مرة تانية، مع اني كتبت ده في كومنت على الفيديو، بس للتوضيح انا مش طالع اشتكي في الفيديو ده ولا اقول حلوا لي المشكلة اللي عندي. انا بنقل تجربة واقعية عشتها. 20,000 جنيه دخلوا لي لمدة شهرين، مصاريفي قلتها زي ما هي، قلت اللي حصل لي بالظبط. بس عشان لو حد بيتفرج على الفيديو عنده عربية بيمر بنفس الظروف. وبالمناسبة أنا عشان ناس كتير سألتني بتقولي أنت بتدفع إيجار شقة، لأ أنا بدفع أقساط. ف يعني قاعد في شقه تمليك وبدفع لها اقساط. بس دي الحاجات اللي كنت عايز ارد عليها يعني. موضوع النهارده بقى، اول شغلانه اتطردت منها كانت في الغردقه. عايز احكي لكم بالترتيب بالظبط، فانا كاتب عشان ما اتلخبطش، عشان احكي لكم بالترتيب بالظبط. اول واحده وتاني واحده وتالت واحده ورابع واحده. اول واحده كانت الغردقه. طبعا مش هذكر اسماء الاماكن عشان في اماكن حصل فيها مواقف تقيله شويه، فمش عايز اذكر اسماء اماكن ولا اسماء الناس اللي حصل معاهم المواقف دي او المديرين اللي حصل معاهم المواقف دي. بس كنت شغال في فندق في الغردقه يعني، وكنت صغير شويه، كان عندي تقريبا 24 سنه. آه، ولقيت لك المدير بتاعي منفسن شويه. هناك بقى الغردقه الحياه بتاعت الفنادق وكده كلها بقى، عشان جست بنات اجانب من كل حته في اوروبا وروسيا وبتاع. فتلاقي بقى ايه، في رجاله كده صفرة شويه بتنفسن من بعض وبتاع، فالمدير كان اصفر قوي بقى، وكان منفسن مني قوي. إيه، في بنت هو كان معجب بيها، وهي البنت كانت منفضه له وكانت معجبه بيا انا. وانا بصراحه كنت رايح اللي هو يعني مش فارقه معايا الشغل قوي. انا رايح اتفسح شويه لان انا كنت اوريدي عندي شغلي هنا وبتاع، فانا كنت رايح، كان عندي اصحابي شغالين هناك كتير، فانا قلت راح اقعد مع اصحابي اتفسح شويه بالمره اشتغل عشان ما بقاش بصرف فلوس. فكده كده ما كانش فارقه معايا الشغل قوي يعني. المهم ان المدير ده لما البنت دي لقاها منفضه له معجبه بيا انا، زعل. وزعله خلاه عمل حاجات بقى متخلفه شويه، خلت الجست نفسه اللي هو البنت، كان هما بنتين يعني، البنتين اتضايقوا من المواقف اللي هو بيعملها. والشغلانه اللي هي بتاعت الفنادق دي، لما الجست بيتضايق الاجنبي بالذات دول كانوا انجليز يعني، بالذات الانجليز والالمان لما بيتضايقوا شويه بيكتبوا باد ريفيو على الاوتيل او على الشخص نفسه اللي عمل حاجه وحشه، والشخص ده غالبا بيمشي من المكان يعني. فهو المدير طبعا عارف الموضوع دوت، فكان قلقان ان يكتبوا عليه باد ريفيو يعني. المهم لما ابتدى ينفسن من الموضوع ده، لقيته بقى جاي بيقول لي بيرخم عليا في كذا حاجه يعني، وبيستهبل في كذا حاجه. آه، وانا مش من النوع في ايا كان، حتى لو محتاج الشغل ما بقدرش اتقبل ان حد يحسسني ان هو اللي بياكلني، فهو حقه بقى ان هو يشتمني او يهني او يغلط فيا او يكلمني بطريقه وحشه او يزعق لي. فما تقبلتش ان هو اتكلم بطريقه وحشه. فزعقت له وبتاع. المهم طلعت الاوضه، كنت هلم حاجتي وهمشي يعني، انا كده كده مش فارقه معايا. لقيته هو طالع يجري ورايا وبيقول لي انا ما بحبش اقطع عيش حد. انا ليه بقى؟ هو زي ما قلت لكم في باد ريفيو هيتكتب. البنات سمعت يعني، شافت الموقف وسمعته هو بيزعق وبتاع. طبعا هو بيزعق بالعربي، هم ما كانوش فاهمين بيقولوا ايه، بس واضح ان هو بيزعق لي يعني.
جم سالوني والله ما رضيت اقول لهم ايه اللي حصل، بس قلت لهم هو اصفر بس منفسن يعني شويه، فهمتهم بالطريقه يعني، بس ما حكيت لهمش الموقف يعني. فهو عرف ان في بدري فيها هيتكتب، قلق طبعا، راح جاي يجري ورايا بيقول لا ما احبش اقطع عيش حد وبتاع. قلت له يا باشا انا بلم شنطتي اصلا وماشي. قال لي لا لا ليه تمشي ليه ومش عارف ايه وبتاع. قلت له انت من شويه كنت بتقول لي لم حاجتك وامشي. هو اصلا قبل ما اطلع الاوضه لم حاجتي هو قال لي لم حاجتك وامشي، بس هو متعود انه يقول كده للناس، والناس تطلع تقول له طب معلش والنبي مش عارف ايه وبتاع. انا بيقول لي كده رحت طالع الم حاجتي وماشي بجد. فهو طلع مستغرب لا بلم حاجتي، قال لي انت ماشي؟ قلت له انا ماشي. قلت له مش فارقه معايا الشغل كده كده انا جاي هايص. قعد يقول لي طب معلش ومش عارف ايه واقعد وبتاع والدنيا حلوه ومش الدنيا حلوه. قلت له اه الدنيا حلوه بس انا ما اقبلش يعني، انا مبسوط في الشغل بفطر فطار حلو هناك، في انت بتفطر مع الجست وبتتغدى مع الجست وبتنزل بسين مع الجست وكل حاجه. قلت له اه الدنيا جميله وانا مبسوط، بس مفيش اي حاجه في الدنيا تخليني اقبل ان حد يكلمني بطريقه وحشه ايا كان مين. ومن بعدها قعدت افكر شويه، دي كانت اول مره تحصل لي، فقعدت افكر شويه قلت يعني هو انا كده يعني ما بستحملش الاهانه وما بستحملش ان حد يغلط فيا؟ هل كده انا برفض الشغل او انا كده غلطان؟ هل لما انا اقعد اعمل كده في كل شغلانه انا كده مش هفضل في شغلانه؟ لان في مديرين كتير قوي في كل حته هيطلعوا لك هيبقوا رخمين وهيكلموك بطريقه وحشه، او صاحب الشغل نفسه ممكن يبقى رخم ومنفسن وجعان شبع بعد جوع ويكلمك بطريقه وحشه او يهينك عشان هو حاسس ان هو اللي بياكلك او هو مصدر رزقك. هو مصدر رزقك ربنا. ده بقى اللي انا فهمته بعدين، عشان كده كررت الموضوع ده كتير. مصدر رزقك ربنا، رزقك في السماء عمره ما كان في الارض. والله العظيم ما في بني ادم في الدنيا بايده رزقك، لازم تبقى عارف المعلومه دي. مش بقول لك ان انت تمشي تهزق في الناس وتعامل الناس بطريقه وحشه، انا محترم بطريقه لا تتخيلها، عشان كده الناس بتصدم من رد فعلي لما حد بيعمل حاجه بقى تضايقني يعني. بس انا اللي هو طول الوقت يا فندم وحضرتك وبتاع، حتى مع الجست في اي مكان بشتغل فيه محترم قوي قوي قوي. حتى دلوقتي وانا صاحب بيزنس وعندي البيزنس بتاعي، الكلاينتس اللي عندي او الزباين اللي عندي بيحبوني قوي عشان انا محترم جدا معاهم. بس حد يفكر يتكلم بطريقه وحشه، في وش عمرانيه بقى بيقلب بقى بيطلع عرباجي من جوايا بيطلع ما بقدرش اسيطر عليه. تاني موقف حصل كان شغل اول مره اشتغل في الحاجه اللي انا بحبها بقى، كنت مدرب. كنت اول مره اشتغل مدرب، وكان في مكان يعني مكان من بتوع الاغنياء قوي في الشيخ زايد يعني، مش عارف اذكر الاسم ولا عشان هو نادي معروف يعني. المهم ان كنت انا بقى يعني اول مره اشوف اغنياء بجد يعني. كنت فاكر الناس اللي عندها قصور وفيلا دي في الافلام، بس اول مره اشوف ناس اغنياء بجد. انا اصلا كان في تصادم ثقافات بالنسبه لي، انا جاي من العمرانيه، لسه كنت قاعد في العمرانيه. الناس بقى طبعا اللي متابعاني من الفيديوهات القديمه لو عايز تعرف القصص، طلعت من العمرانيه ازاي وامتى وعملت ايه وقعدت في كومباوند ازاي. المهم يعني موضوع، خلينا في موضوع النهارده. ان كنت انا متفاجئ اول مره اشوف العالم ده يعني. ف برضو كنت عامل الناس باحترام جدا جدا جدا، وعلى طول يا فندم وحضرتك، وبضحك في وش اي حد وبتاع. بس كان عندي عيب، وده عيب عندي في شغلانات كتير صراحه، انا بتاخر، وده خلاني عرفت ان انا مش هينفع اكون موظف يعني، مش هينفع اكمل حياتي موظف، انا لازم يبقى عندي بيزنس بتاعي. انا عندي اي دي اتش دي، اللي هو اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه او تشتت التركيز. الاي دي اتش دي من اعراضه التقيله قوي انه بيخليك ما تبقاش عندك ادراك او احساس بالوقت. ممكن تلاقي نفسك اللي هو واقف بتعمل حاجه، بتلبس او واقف بتحلق دقنك او مش عارف ايه، تسحل مع حاجه تشتتك. انت مش عارف الساعه كام، هوب انت مثلا شغلك الساعه 5، الساعه دلوقتي 4 ونص، وانت فاكر ان لسه قدامك ساعتين مثلا بجد، وما بتبصش في الساعه بقى، انت مخك مهيألك ان انت ده. فاللي عنده اي دي اتش دي باعراض حاده هيبقى فاهم كويس، هو هيبقى يعني حاسس باللي انا بقوله ده. المهم يعني عندي حته تاخير دي، بتاخر شويه يعني. فكنت بتاخر شويه في الشغل ساعه، بس مش كتير يعني، ممكن اتاخر ربع ساعه 10 دقايق، مش بوصل في ميعادي بالظبط يعني. كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا ابقى ميعادي مظبوط يعني. المهم اتاخرت كذا مره على كامب كده كان معمول بيبقى ليه ميعاد معين، وكان في رمضان، وكنت تقريبا الوحيد اللي ببقى صايم في وسط الناس كلها اللي موجوده. معرفش انا كنت شغال بدرب اطفال برضو، فالاطفال مش بتصوم طبعا، بس الكبار اللي حواليا كله فاطر يعني. بقى اللي جاي بازازه، كنا في الصيف بقى، رمضان ساعتها كان في الصيف، اللي جاي بازازه ميه ساقعه وبيتزا ومش عارف ايه، واقف قدامي بياكل ويشرب ويبص لي في ايه يا ولاد ف... فكان الموضوع صعب ومستفز يعني. ف وانا ببقى رايح يعني متعصب من الموضوع ده وانا صايم وكده. المهم يعني اتاخرت كام مره، فالمديره بقى بتاعت المكان او صاحبه المكان كلمتني في التليفون في مره، في التليفون بقى ده مش قدام حد. فبنتكلم، فبتقول لي على التاخير، بقول لها معلش ومش عارف ايه وبتاع، لقيتني بقول لها معلش وكده، راحت سايقه فيها، راحت قالت لي
مش عارف ايه يا حيوان. فسكت كده، قلت لها هو انت بتكلميني انا ولا بتكلمي حد جنبك؟ اكيد انت مش بتكلميني انا. قالت لا انا بكلمك انت. قلت لها انت بتقولي يا حيوان؟ تقولي انا يا حيوان؟ اه. قلت لها طيب، طبعا مش هرد عليك عشان انت ست، انت لو راجل كان بقى في كلام تاني، بس انا مش هرد عليك عشان انت ست. اول حاجه انا هكمل معاكي الشهر دوت عشان ما سوحكيش واسيبك في نص الشهر وتبقى ظهرك للحيطه. انا هكمل معاكي الشهر دوت وبعد كده انا هتكل على الله اسيب الشغل، عشان انا مفيش حد في الدنيا ينفع يشتمني او يقول لي حيوان لو كان مين. فواضح ان انت ما اتعاملتيش مع حد راجل قبل كده، فانت مش فاهمه الحدود يعني هو اصلا ما ينفعش ست تهزق راجل، هو كده كده يعني ما اعرفش بقى. يعني قولوا لي انت في الكومنتات لو انتوا بتقبلوا عادي ان ست تهزقكوا. انا بالنسبه لي يعني ممكن اقبل شويه شتيمه من الراجل، بس ما اقبلهاش من ست ابدا ابدا، مستحيل. دي وحشه قوي. فبس عمري ما همد ايدي على ست مثلا. لو راجل هفشخه فاهم، بس ست عمري ما همد ايدي عليها. يعني أنا لو راجل ضرب الناس شغلتي فهفشخه. بس لو ست هعمل ايه؟ فابتدى انا هسيب الشغل. وكلمتني بعديها بيومين، قالت لي معلش انا كنت متعصبه شويه عشان ما اعرفش كان في ايه وبتاع. قلت لها لا والله ما في معلش، ما فيش معلش. انا ماشي. انت قلت لي يا حيوان من غير ما اعمل لك حاجه. يعني احنا ممكن نتكلم نتناقش وانا كنت اقول لك معلش وانا اسف وبتاع، تقول لي يا حيوان ليه؟ برضو هي من نفس النوع اللي هو بيبقى حاسس ان هو بياكلك دوت، فانت تسمع شتيمه وتسكت، ما لكش حق انك ترد فاهم. ال- بينسوا ان الرزق فعلا من عند ربنا والله. وكل شغلانه سبحان الله كنت بسيبها بالسبب ده، ان في اهانه جت من مدير او من صاحب الشغل. سبحان الله ربنا كان بيجيب لي شغلانه في ساعتها تانية احسن منها 100 مره، لحد ما بقى عندي شغلي الخاص يعني. تالت حاجه كان في تصوير، ده بقى موقف عمري ما هنساه في حياتي يعني. برضو كان تقريبا عندي 27 سنه او حاجه. المهم كنت في تصوير اعلان، وانا شغال بعمل موديلنج وكمان سكيب بوردنج وبعمل حاجات كده في الاعلانات يعني. فشغال في مجال الاعلانات، عملت اعلانات كتير قوي ومثلت في حاجات وبتاع. طبعا برضو اللي عايز يعرف هتلاقيها موجوده في الفيديوهات القديمه. المهم ان واحنا في التصوير انا بلعب سكيب بوردنج، الرياضه اللي انتوا عارفينها دي. فهو طلب مني حركه اعملها، قال لي عايزك تقعد تلف 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 وما توقفش غير لما انا اقول لك وقف. قلت له يعني ايه؟ قلت له ممكن الفك 3 لفات او 4 لفات. تمام. قال لي لا تلف، تفضل تلف كده وانت واقف في مكانك لحد ما انا اقول لك بس. قلت له يا عم انت شايفني ببطاريات؟ طبعا انت ما ينفعش تقول كده المخرج. راح كل الناس ايه ضحكت على اللي انا قلته. هو شاف الناس ضحكت اتجنن بقى. انت شكلك بقى شكلك ما بتعرفش تعمل. قلت له ما بعرفش ايه يا باشا؟ قلت له انا الحمد لله من اكبر الاسماء واكتر الناس محترفين في الرياضه دي في مصر. لا لا انت شكلك ما بتعرفش، انت مش عارف ايه. قلت له يا عم ماشي خلاص انا ما بعرفش. هات واحد تاني. قلت له هات واحد تاني. وخلاص كنت همشي من التصوير والله، جاب واحد تاني. وانا كنت ساعتها في عربيتي بدور وخلاص لميت حاجتي وماشي يعني. اللي جابه ده ما عرفش يعمل اللي بيقوله ده برضه، لما قال له لا طبعا اللي انت بتقوله ده مستحيل يحصل وبتاع. فعرف بقى ان الموضوع غلط يعني ما يعني. فلما جالي بقى مساعد المخرج بقى جالي بيقول لي المخرج عايزك وبتاع، الرئيس عايزك وبتاع. قلت له يا عم مفيش رئيس، انا ماليش رئيس. ما عنديش رئيس. الرئيس ده بتاعك انت. تعالى بس عايزك ومش عارف ايه وبتاع، وهيقول لك كلمتين وبتاع. قلت له هو كان لازم قبل ما يصور حاجه زي دي يبقى عارف معلومات عنها على الاقل، ما يجيش يطلب حاجه فاهم قصدي يعني. اقرا عنها حتى شويه وبعدين انت تعالى صور. انت المخرج ده، انت الرئيس زي ما انتوا بتقولوا يعني. فلما انت تبقى اصلا مش فاهم انت بتقول ايه وتطلب مني حاجات، يعني انت اللي شكلك وحش اصلا مش انا. فقال لي خلاص طب تعالى بس هو هيتكلم معاك ومش عارف ايه بتاع. رجعت لقيته بقى غير طريقه كلامه شويه، بيتكلم باحترام وبتاع. هو ده انا بقوله ان الواحد ما يأفورش. خليك محترم لو اللي قدامك محترم. فانا لقيته ابتدى يتكلم باحترام تاني وبتاع. قلت خلاص هكمل اليوم عادي، برضه هاخد فلوسي عشان أنا ضيعت نص يوم. فكملت اليوم. دي الوحيده في الاربع مواقف اللي انا يعني يعتبر، بس ده مش شغل بقى، ده كان يوم تصوير يعني. فريد ده الموقف الوحيد اللي انا كملت فيه الشغل يعني. آه، بس كملت الشغل وخدت فلوسي الحمد لله. على فكره هو مخرج معروف جدا، ف يعني ان هو يقول حاجه زي كده كان موضوع كبير يعني. فهو اصلا حاسس ان هو شكله وحش، بس انا طبعا مش عارف اقول اسمه يعني. نيجي بقى لاخر موقف. وده كان اخر شغلانه اشتغلتها قبل ما اقرر ان انا خلاص مش هينفع، انا لازم ابقى انا مدير نفسي، ما ينفعش يبقى عندي مدير
يتحكم فيا ويقول لي يعمل كذا ويفكر ان هو اللي بياكلني فعاملني وحش وبتاع. اخر شغلانه كنت شغال في مكان ما، وكنت برضو حابب الشغل، يعني برضو شغل ليه علاقه بالحاجه اللي انا بحبها. صاحب الشغل كان راجل كويس وانا كنت بحبه جدا، وانا لما بلاقي راجل يعني كبير اكبر مني وعامل حاجه كويسه في حياته وبتاع وبادئ من الصفر وكده باخده مثل اعلى وببقى عايز اتعلم منه وبتاع. فكانت علاقتنا كويسه. بس جه في مره، هي الفكره في ايه؟ الفكره ان الناس، يعني انت ما تلومش برضه على الشخص المدير او صاحب الشغل اللي بيعمل كده، انت تلوم اكتر على الموظفين اللي بيتقبلوا ده. هو لما بيلاقي ناس كتير بيقول لها كده وتتقبل عادي وتسكت عشان ما يقطعش عيشه، هو بيحس ان ده العادي. ف لما يبقى قاعد مع حد جديد بقى جاي وبتاع يشتمه، يستغرب قوي لو رد فعله كان غير الناس التانية، لا ما تشتمنيش او ما تهنيش او كده. فهي انت تلوم اكتر على الموظفين اللي بيقبلوا دوت، عشان خوف على الفلوس اللي بتجيلك. بس انا كرامتي عندي اهم من الفلوس بكتير قوي، فمفيش اي فلوس في الدنيا، اي فلوس، اي رقم في الدنيا، اكبر رقم في الدنيا يخليني اتنازل عن كرامتي او اخلي حد يهني يعني. فاللي حصل ان في مره قاعدين وفي وسط الناس كلها اللي شغالين وبتاع، قاعدين في وسط ناس كتير يعني على ترابيزه كبيره وبنتكلم في مشكله حصلت، وراح مزعق بقى وزعق لي جامد، على صوته عليا قوي. ودي كانت اول مره اعملها، انا اصلا اتخضيت استغربت يعني. فما ردتش عليه في ساعتها عشان انا قلنا زي ما قلت لكم انا بحترم الراجل يعني نفسه شخصيا. فما ما ردتش عليه في ساعتها، سكت خالص. برضو ده انا هبقى اعمل فيديو تاني عليه، عشان ردود فعلك دايما لازم تبقى محسوبة ولازم تبقى مفكر فيها كويس. في خناقات حتى في اي حاجة في الدنيا الهدوء هو المفتاح. ده انا هعمل له فيديو مخصوص، آه، يعني غالبا هيبقى الفيديو الجاي. آه، ممكن تقعد كتير قوي عشان توصل لدرجة هدوء معينة تخليك تعمل كل تصرف محسوب بالملي، ما تغلطش، ردود فعلك تطلع مظبوطة. لما تيجي تبقى مثلا في موقف صعب او في خناقة او في اي حاجة فيها ضغط عليك، تبقى انت مش مضغوط خالص، تبقى هادي جدا، تبقى عارف انت بتعمل ايه. فده هعمله فيديو تاني. المهم، سكت خالص، ما رضيتش ارد يعني. وبعدين روحت بعت له على الواتساب، قلت له بص، في فويس كده، قلت له بص يا ريس بالله عليك، لو لينا نصيب ان احنا نكمل شغل مع بعض، هو انا يعني الموقف ده يخليني امشي من الشغل، بس لو لينا نصيب ان احنا نكمل مع بعض اوعى تعلي صوتك عليا تاني مهما حصل. قلت له انا مسكت نفسي، بس في الطبيعي انا ما بعرفش ازعق بقى لما اجي اتخانق. انا بقى حتى والله كل الخناقات اللي بتخانق فيها في الشارع الناس بتقعد تجعجع مثلا وبتاع، ما بعرفش ازعق. انا ايدي بتتعامل على طول، ايدي بقعد احسب الموقف، انا هضرب ازاي وههرب ازاي وهوقع ده ازاي وهعمل ده ازاي، وبعمل كده بسرعه. ما اعرفش ازعق بقى واقعد اشتم واجعجع وبتاع. فانا قلت له في الفويس، قلت له بص بالله عليك، انا رد فعلي ممكن ايدي تسبقني. قلت له انا مش هعرف ازعق بقى وبتاع فما لو حسيت في اي وقت انها اتهنت، ايدي هتتكلم قبليه. طبعا هو ما صدقش نفسه، هو استغرب، ايه انت بتقول لي ايه؟ انت بتقول لي انت ممكن تضربني؟ اه ممكن اضربك لو قلت ادبك عليا. هو زعق جامد بس ما شتمش شتيمه معينه او ما قالش يعني زي عادي يعني اللي هو فاهم. بس برضه حاجه وحشه قوي قدام الناس يعني. بس لو كان شتم بصراحه ما كنتش عديت الموقف يعني. المهم، فقلت له يعني لو هنشتغل مع بعض تاني، انا ما بيتزعليش ولا بتشتم. لو في حد عندك بيقبل ده هو حر، انا لا. سمع الفويس وبتاع، هو استغرب طبعا، اتصدم يعني. هو رد عليا تاني يوم، اصلا قعد يوم، انا ما رحتش الشغل تاني يوم. رد عليا تاني يوم قال لي معلش انا كنت متعصب جدا وبتاع مش عارف ايه. وتجاهل بقى الحته اللي انا قلتها بتاعت ايدي دي. انا قلت هو ممكن يرد عليها، قلت لو رد عليها رد وحش وجاي في حوار انا جاي عادي. ولا هجيب ورا. بس لقيته قال لي طب، انا معلش كنت متعصب وبتاع. و بس انا سبت الشغل بعديها باسبوع اصلا، لان يعني الشغل كان ابتدى يبقى فيه مشاكل كتير وكده، فانا اوريدي سبت الشغل بعديها باسبوع. والموقف ده حسم لي الموضوع يعني. بس اللي عايز اقوله من الفيديو ده، اوعى تيجي على كرامتك عشان اي حاجه، اوعى تقبل الاهانه من اي حاجه. في ستات ودي مواقف شفتها قدامي كتير، بتبقى ماسكه شغل، بتبقى عايزه تهين راجل عشان تحس بس ان، على فكره والله العظيم اللي بقوله لكم ده بجد، ده مش كره في الستات ولا اي حاجه، بس في ستات بتبقى نفسها ان هي يبقى عندها القدره ان هي تهين راجل او تضرب راجل لو تقدر، عشان هما في ستات بيبقى عندهم العقده نفسيه ان الرجاله اقوى.
والله العظيم دي حاجه في علم النفس مش كلام يعني. في نوع من الستات كده يعني. ويوجوالي النوع ده هو اللي بيبقى بيشتغل ويعمل فلوس قوي وبتاع عشان يبقى عنده القدره دي يعني. فاوعى تقبل اهانه، ولا من ست ولا من راجل، مهما حصل مهما حصل. اوعى تقبل اهانه، وانت لو بنت اوعى تقبلي اهانه من اي حد، او تقبلي ان حد يحط ايده عليك او يتحرش بيك او حاجه عشان هو بيدفع لك مرتب. والله العظيم الرزق عند ربنا. سيب اي شغل وانت مطمن، روح دور على غيره، ربنا يرزقك بواحد غيره عشان انت صنت كرامتك. بس اوعى تقبل اهانه من اي حد. يا رب يكون عجبكم. وقولي رايكم برضو في الكومنتات، لو تعرضتوا لموقف زي ده بتعملوا ايه، او لو حد حصل له موقف زي ده وعمل حاجه قول لي رد فعلك كان عامل ازاي. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واستنوا الفيديو الجاي عشان هيبقى مهم قوي. عيد ميلادي قرب وبعمل له فيديو مخصوص، بحضر له فيديو مخصوص، استنوه. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.